الادمان بيعلمني ايه؟ الادمان بيعلمني درس عمري، الحاجات اللي انا محتاجها اعرف اجيبها كده. حلقتنا عن الإدمان، والنهاردة إحنا بنبدأ سيزن جديد من البودكاست، وبقابل النهاردة وبستضيف معايا كوتش التعافي من الاعتمادية والإدمان وخبرة طويلة جدا، كنزي شهيب. الادمان هو الاعراض اللي باينه عليا. طب وإمتى نقول إن هي الاعتمادية دي وصلت للإدمان؟ اي حاجه في الدنيا لو بنيت معاها شكل علاقه معين تتحول الى علاقه ادمانيه. انتي شايفة إن ابنك أو حاسة إن ابنك ده سعيد؟ ده واحد من الدروس العظيمه اللي الادمان بيعلمها لنا. أي حاجة إدمانية دي عبارة عن هروب. ده نفس الميكانيزم بتاع القمار. يعني إيه؟ يعني هو عامل الغلط الكبير ده وأنا أديله حب؟ وجزء كبير قوي من الادمانات اصلها البيت. عارفه السؤال بتاع في تبطيل يا هانيا؟ في تبطيل يا هانيا، في تبطيل يا هانيا عادي. الافريج او المتوسط بتاع الناس بتتعرض امتى لاول مره يتفرجوا على بورن كان 15 سنه 16 سنه. ودي خطورة الموضوع، البرمجة بتاعت المخ. لو اختصرنا الادمان في السلوك هنلوص. حلقتنا النهاردة عن موضوع قريب جدا من كل البيوت، وخصوصا البيوت اللي فيها مراهق من سن تقريبا 11 لغاية 20 سنة. حلقتنا عن الإدمان أو الاعتمادية. الإدمان لما بنسمع الكلمة دي مش معناها إن إحنا بنتكلم على مخدرات أو تدخين. الإدمان ده ليه معاني كتيرة جدا وأنواع كتيرة جدا. ممكن بتبقى في الألعاب الإلكترونية، أو في الأونلاين شوبينج، أو في أكل الجانك فود، أو في العلاقات المؤذية، أو في المواقع الإباحية. حاجات كتيرة قوي هنسمعها النهاردة. والنهاردة إحنا بنبدأ سيزن جديد من البودكاست، وقلنا نبدأ بموضوع مهم جدا، ويا رب إن شاء الله يكون بالنفع لناس كتيرة جدا، علشان الزمن اللي إحنا فيه ده زاد موضوع الإدمان، وخصوصا في سن المراهقة. والسن ده كله حساسية ولخبطة، والشاب بيبقى لسه مش عارف هو مين وهويته إيه، والدنيا حواليه فيها متغيرات كتير واختيارات كتير، والسوشيال ميديا بتخليه يشوف عوالم عمرنا زمان ما شفناها، وآراء كل يوم بتتغير، وأحداث كل يوم جديدة. فالموضوع ده قلنا نبدأ بيه، موضوع في غاية الأهمية. وولادنا اللي في سن المراهقة بيتكون لسه نفسيتهم وشخصياتهم وعاداتهم، وعايزين نبدأ صح، لأن أقل من سن 18 بيبقى موضوع الاعتمادية ممكن يبقى فيه قابلية عالية شوية. وبقابل النهاردة وبستضيف معايا كوتش التعافي من الاعتمادية والإدمان وخبرة طويلة جدا، كنزي شهيب. أهلا بيكي. أهلا. أول سؤال مهم قوي، يعني إيه اعتمادية ويعني إيه إدمان أصلا؟ طيب لطيف ان احنا مفرقين بينهم. يعني لانه محتاجين نظرتنا تبقى عارفه نبص على المنظومه كده كلها كامله على بعض. تعالي ندي تشبيه نسهل بيه الدنيا وبعدين نشوف هنروح فين. تخيلي انه انا دلوقتي عندي دور برد، الاعراض اللي بتبقى باينه عليا غير الفيروس اللي سبب لي دور البرد. الادمان هو الاعراض اللي باينه عليا، هو احنا بنسميه العكاز اللي انا رحت عارفه اتكيت عكست عليه كده علشان اعرف اتعامل مع الفيروس اللي جوه اللي انا مش عارفه اتعامل معاه ازاي. فالادمان هو عاده السلوك او الانماط او طريقه العلاقه اللي انا كونتها مع حاجه برايا علشان اقدر اتعايش مع الاعتماديه اللي جوايا. كلنا عندنا قدر من الاعتماديه، ممكن نتكلم فيها بعدين اكتر، بس في حجم من الاعتماديه بيتحول الى قدر متسبب لي في اذى او متسبب لي في خسائر او علاقتي بنفسي ما بقتش احسن حاجه. فالاعتماديه هو فراغ جوايا، فراغ روحاني، احساس بعدم الاكتمال، احساس بانه في احتياجات جوايا مش عارفه البيها، الم كبير جوايا مش عارفه اتعامل معاه، فبلجأ لحاجه برايا علشان اسكن الالم ده او احس بالتوازن الداخلي. حلو قوي التشبيه بتاع العكاز. يعني انتي قصدك انه دلوقتي انا مش هقدر امشي من غير العكاز ده، مش هعرف اعيش
مرتاح في مخيلتي ان انا مرتاح، في اعتقادي ان انا مش هعرف اعيش امن من غيره، مش هعرف اعيش مرتاح متوازن. وساعات كتير قوي بعدين بنكتشف انه هو ما خلانيش لا ارتاح ولا امن ولا هو بس ممكن يكون قلل الالم شويه. يعني فكره انه واحده من ضمن المفاهيم انه الادمان علشان ابقى مبسوط مش حقيقي. اشهر حاجه في المخدرات مثلا ان انا اخد مخدرات عشان ابقى مبسوط فاعمل دماغ فابقى كده، مش حقيقي خالص. مش بالضروره ببقى ببحث عن سعاده او انبساط. 1% اقل من الالم ده مردود كافي قوي ان انا ابني علاقه اعتماديه مع العكاز. طب وامتى نقول ان هي الاعتماديه دي وصلت للادمان؟ طيب الادمان زي ما كنت بقول لك ان هو لا هو الماده ولا هو السلوك. احنا عندنا الادمان دايما بنفرقهم حاجتين، ادمان سلوك وادمان مواد. الادمان لا الماده ولا السلوك، الادمان هو نوع العلاقه اللي انا كونتها مع الماده او مع السلوك. ولهذا اي شيء ممكن يبقى ادمان. اي حاجه في الدنيا لو بنيت معاها شكل علاقه معين تتحول الى علاقه ادمانيه. والادمان ليه شويه خصائص، يعني الموضوع برضو ليش يعني في برضو شويه حاجات ممسوكه ممكن نتكلم فيها. بس لو حجم الاستخدام بيزيد، عايزه اقول لك الكاركترستكس ازاي بنعرف. بالظبط. طيب تعالي نفصصهم واحده واحده. اول حاجه عشان اقدر اقول ان انا فعلا اللي انا فيه ده علاقه ادمانيه مع العكاز لازم يكون في خسائر. مفيش ادمان من غير خسائر، وان كنت مش مستشعرها لسه، وان كانت هتيجي متاخر شويه، وان كانت compared للارباح شكلها اقل بكتير فانا مش حاسس ان دي خسائر اصلا. لازم يكون في خسائر ماديه، خسائر اجتماعيه، خسائر نفسيه، خسائر روحانيه، خسائر جسديه، ليها انواع مختلفه بس لازم يكون في خسائر. وساعات الخسائر دي بتبقى هتيجي كمان شويه، بيسموها عارفه مرحله الحفله في الاول. انا لسه في الانبساط والسعاده والدنيا لسه زي الفل، والخسائر هتبان بعدين بس لازم يكون في خسائر. فدي اول حاجه. الحاجه التانية انه لازم الاستهلاك او الاستخدام يزيد، الجرعه تزيد، الدوز يزيد. مفيش ادمان جرعه ثابته، مفيش حاجه اسمها كده. وخلي بالك انا مش بتكلم عن المخدرات، لانه اول ما نقول ادمان الناس على طول مخها بيروح نتكلم عن المخدرات. بتكلم على الاكل، بتكلم على العلاقات، بتكلم على الشغل، بتكلم على الجيمنج، بتكلم على البورن، بتكلم على السوشيال ميديا. اي نوع من انواع الادمانات لازم الدوز هيزيد بعد شويه. اللي كان بيشبعني مش هيشبعني، ان الجسم بيبني حاجه اسمها توليرنس، بيعتاد. فمبقاش بيفرز نفس القدر من الهرمونز، نفس القدر من الدوبامين، نفس القدر من السيروتونين، فبالتالي بيبقى محتاج اكتر، فلازم ازود له الجرعه. فدي تاني حاجه. الحاجه الثالثه لازم يكون في مخاطر. مفيش ادمان من غير ما انا علشان اعرف اكمل في علاقتي معاه اضطر اخش في شويه مخاطر. صعب قوي الموضوع يمشي ان انا امن وانت امن والحياه جميله وما باخدش اي ريسكس وفي استقرار وعارف اعمل توازن في كل. لانه دايما نقول العكاز او الادمان اناني، هو بيستحوذ على الشخص، عايز ياخد كل حاجه، عايز ياخد صحتك وفلوسك وعلاقاتك واهتماماتك. انا لوحدي، ده طبيعه الادمان. فبالتالي جزء من الحاجات اللي بنبص عليها المخاطر. هبتدي انزل في نص الليل اروح اجيب معرفش مخدرات منين، هخش في ريسك جامد قوي مش محسوب تماما، في استثمار علشان انا عايز فلوس اكتر ولا عايز استثمر ولا عايز برستيج. هروح اقف تحت شباك صاحبتي الساعه 5 الفجر من ورا اهلي. لازم يبقى فيه ريسك، وده جزء من السايكل بتاعت الادرينالين رش. الحاجه اللي وراها لازم يكون في سريه، برايفسي، سيكريسي. لازم السلوك يمارس في الضلمه، وده جزء من السايكل. حتى وان كان الادمان ده مقبول اجتماعيا، في ادمانات مقبوله اجتماعيا زي الشغل مثلا، هتلاقي برضو بقيت النمط بمارسه في الضلمه. صعب قوي كله يطلع للنور، وان طلع للنور وتعرف فهيبقى معروف ان انا مدمن اي عكاز ايا من كان اسمه. بقيت اللفه همارسها في الضلمه. حلو قوي قوي الوصف ده. يبقى احنا علشان نقول ان ابني او بنتي دخل في حاجة اسمها ادمان، ايا كانت بقى، احنا قلنا سبستنس او تدخين، فيبينج، او مثلا الموبايل او الشوبينج، يعني زي ما قلنا مش شرط تبقى مادة ادمانية في التدخين. يبقى اول حاجة يبقى فيه خسائر
الخسائر دي انه بدأ يأثر على مذاكرتي. تعالي ندي الاكزامبل ده على الموبايل، يلا. لانه اكتر حاجة مم. منتشرة دلوقتي ادمان الموبايل او مم. السوشيال ميديا. مم. اول حاجة الخسائر انه هو بدأ يأثر على مذاكرتي، بدأ يأثر على علاقتي بأهلي. مم. مش عارف ان انا اتواصل مع الناس واتكلم واحب ان انا اروح عزومة عمتي وجدتي، ولا انا هقعد في البيت يا بابا النهاردة. مم. فدي الخسائر. ممكن كمان يبقى بدأ يأثر على النظر وعلى الصداع وعلى كل ده. بالظبط كده، تاني نومي، حاجات كتير قوي. النوم مم. بالظبط، سهران طول الليل، مش البلو عارفه اكون لايت. علاقات مع صحابي في المدرسه، السوشيال سكيلز بتاعتي بقت ضعيفه، طول النهار قاعد على التليفون سواء سوشيال ميديا او جيمنج او اي حاجه. فهتلاقي الخسائر متوزعه على انواع الخسائر المختلفه. اوكي، يبقى دي اول حتة الخسائر. مم. تاني جزء اللي هو ان انا ما بقاش كفاية عندي الوقت اللي انا بقعد عليه، فعمالة ازود علشان يديني نوع من المتعة اكتر مم. او الرضا اكتر. فلما بقعد عليه 7 ساعات في اليوم ما بقاش كفاية. مم. انا بعد شوية هقعد 10 و11، بعد كده مش قادر اسيبه من ايدي. صحيح. فدي تاني علامة. مم. تالت حاجة انه بقى فيه مخاطر. مم. ممكن ان انا مثلا انا بشوف ان انا ممكن ازق ماما. مم. يعني انا بسمع اهالي بتيجي تشتكي بتقولي انا خدت الموبايل منه لانه ما بيذاكرش وبيسقط، صح. فقام خابطني واخد الموبايل من ايدي. مم. فدي تصرف غريب على الولد او على البنت، عمره ما عمله. صح. حاجة فيه قلة احترام شديد. فده تالت حاجة تقولي ان في دخلنا في حتة إدمانية، مم. ان انا مش قادر حتى افرق ما بين التصرف المنطقي صح. والغير مم. منطقي. ورابع حاجة ان في سرية. مم. رابع مكون بقى مم. ان انا خلاص، لا انا هنام، انا خلاص قافل الموبايل، اوعدكم ان انا مش هفتحه وبرضه بيفتحوا. قعدت كام ساعة فأقول إن أنا قعدت 2 بدل 5. أكذب، أحور، أستخبى عشان أعرف أعمل كده، أقول إن أنا نازل عند حد من صحابي أذاكر وإحنا actually نازلين نلعب أو يعني جيمنج أو بالظبط، او اخبي الموبايل في المدرسة أخبي وهو الموبايل. ممنوع. صح. فالاربع حاجات دي مم. مهمة جدا علشان كل اب او ام مم. يشوف احنا وصلنا لفين، هل الاربع مكونات دول موجودين او لا. صح. وعندنا حاجة 5 بقى كمان هو مهمة مم. قوي، إنه لما أبعد عن العكاز أو عن إحنا بنتكلم دلوقتي مثلا على إدمان التليفونات أو الجيمنج أو استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، إنه لازم يبقى في أعراض انسحاب. ما ينفعش ابقى انا هذا العكاز اللي انا كونت معاه علاقه ادمانيه، ان هو بيملالي كل حاجه، انا بيه كل حاجه ومن غيره ولا حاجه. هو ده اللي بيشبع لي احتياجاتي، هو ده اللي بيحسسني ان انا ليا قيمه، هو ده اللي بيحسسني ان انا عارف اعيش امن مستقر مرتاح متوازن ايا من كان. ده المسكن الرئيسي بتاع الوجع اللي جوايا. ولما تسحبيه مني يبقى عادي. مم. لازم يكون في اعراض انسحاب. الناس حافظاها صم من الافلام، اعراض الانسحاب بتاعت المخدرات اللي هي مبالغ فيها قوي في الدراما بس مش قصتنا. عارفينها دي، اقعد اهرش ويجي لي صداع واتعب وكده. المبهر في الموضوع انه كل انواع الادمانات بلا استثناء فيها اعراض انسحاب، حتى الحالات اللي ما فيهاش مواد، حتى الحالات اللي ما فيهاش مواد. ومفيش ماده داخله جسمك اصلا. انت جسمك مش، ما فيش ديتوكس بيحصل، ما فيش، فاهمه قصدي؟ وستيل بيعدوا باعراض انسحاب مماثله وقد تكون متطابقه مع الادمانات المواد. فهتلاقي بقى اللي انت بتحكيه ده، الام اخدت التليفون فتعصب فخبط حاجه، فقام كسر التلفزيون ولا معرفش عامل ايه، قام نازل وسايب البيت وقعدوا 3 4 5 ساعات بيدوروا عليه مش لاقيينه. حاله اعياء ساعات بتوصل لكده، صداع شديد، عصبيه، تانترمز. دي كلها اعراض انسحاب. يبقى دي خامس علامة تقول ان احنا وصلنا لحتة الادمان. طب عايزين نقول ايه العلامات المبكرة او بدري شوية، علشان احنا طبعا بعد كده هنقول هنعالج ده ازاي، بس برضو عايزين نبدأ. طب نلاحظ ازاي قبل ما نكون وصلنا لل5 علامات دول اللي هي بتأكد ان احنا ابننا وصل لحتة الادمان؟ طيب، اصل القصه يا نهى انه في عوار او جاب او فراغ حصل في علاقتي بنفسي. الموضوع بيبتدي ازاي؟ كلنا كبني ادمين عندنا شويه احتياجات بنتولد بيها عادي خالص، عايزه اتقبل، عايزه اتحب، عايز احس بالانتماء،
عايزه احس بان انا عندي القدره على التعبير عن مشاعري، محبوب، كل الاحتياجات الرئيسيه بتاعتنا كبني ادمين. بغض النظر العوار ده جه من البيت جه من بره البيت، لانه الناس اوتوماتيك تقوم رايحه انه البيت هو كان السبب. ساعات ما بيبقاش البيت خالص سبب. اتعرضت لحاجه في المدرسه، ساعات اتعرضت لحاجه في الشارع حسستني انه انا مش امن، اللي بنسميه بيئه غير امنه. لازم اكون تعرضت لبيئه غير امنه. البيئه الغير امنه دي انا كان عندي احتياج وما عرفتش املاه بصوره سليمه، وتكرر كذا مره، يعني مش من مره. حصل تكرار في فكره انه انا متواجد في بيئه هي مش امنه بالنسبه لي، مش عارفه تلبي لي احتياجاتي. فببتدي ايه اللي يحصل؟ ببتدي اعتقد انه انا الاشكاليه، which is عارفه اول حاجه قالوها لنا اول لما جينا نبص على البارنتنج، انه الاطفال ما بيفهموش انه دي كانت مشكله اكسترنال، انا اللي عندي مشكله. فبما ان انا عندي مشكله يبقى انا لا استحق، انا لا استحق ان انا اتحب، انا لا استحق ان انا اتقبل، انا. فدي زاويه. فالموضوع انه في انا وانا بينا دلوقتي مشكله. الحاجه التانية انه دور البيت، دور الاسره، ان هو يعلمني ادوات. دور الاسره اكبر بكتير من فكره انه اتحب واكل واشرب ويصحوني واروح المدرسه وكده. الحاجات دي كلها في الاخر علشان تاهلني ان انا لما اطلع الحياه يبقى عندي التولز الكافيه ان انا اعرف اخش في علاقات مع نفسي ومع الاخر ومع ربنا فيها تبادل مسؤوليه. تبادل المسؤوليه ده يعني ايه؟ يعني انا بعمل حاجه وحضرتك بتعمل حاجه، فانا باخد حاجه وانت بتاخد حاجه، وانا مسؤول عن نفسي وانت مسؤول عن نفسك، وبنتشارك. المشاركه دي محتاجه مهارات. ما اعرفش امارس مسؤولياتي من غير ما يبقى عندي مهارات. فلما بيكون في dysfunctional family او اسره مضطربه وظيفيا، ما بتعلمش المهارات دي. طب انا عايز الاحتياجات، هعمل ايه؟ هبتدي اعمل اشياء مشروطه عشان اخد احتياجاتي. عايز ماما تحبك، اعمل كذا. عايز تحس ان بابا بيهتم وبيسمعك، لما تعمل كذا بابا هيهتم ويسمعك. تبقى كده عارفه اتفاقات ضمنيه في العيله اللي فيها اضطراب وظيفي. فببتدي اتعلم انه انا هاخد احتياجاتي بس بانهي ماسك النهارده وباني جيم، ومش ماسكه انا طفل، انا مش فاهم ان انا بعمل مانيبيوليشن، بس انا كاني بغير حقيقتي. فما اتعلمتش مهاره، فبطلع بره العالم الخارجي انا ما عنديش المهاره، ما اتعلمتهاش. بس انا لسه عندي احتياجات ولسه عايزه احس شويه مشاعر. فببتدي امارس نفس النمط اللي انا اتعلمته ده في تلبيه احتياجاتي moving forward. كان ايه بقى السؤال اللي جابنا هنا؟ انا مش فاكره. لا أنا كنت بقول يعني إيه العلامات اللي للأب أو الأم يشوفوها يحسوا إن إحنا أوكي. داخلين على سكة الإدمان اللي هي فيها الخمس اوكي علامات كبار دول، علشان نبدأ نصحصح كده. اوكي افتكرت انا ليه رحت في الحته دي. ف it's very او مهم جدا انه الام والاب يبقوا شايفين، عارفين يقيموا علاقه الطفل بنفسه شكلها عامله ازاي. وفي المرحله العمريه، كل مرحله عمريه ليها مهارات بتاعه المرحله وليها احتياجات بتاعه المرحله. مهم قوي ان انا اشوف هو انا ايه اخباره. عنده ثقه بنفسه، بيعرف يكون صداقات، اخباره ايه في التمرين، بيتكلم مع صحابه اللي في التمرين ولا منعزل. لما بيبقى متضايق بيعرف يعبر عن مضايقته دي. لما بيبقى محتاج حاجه بيعرف يجي يطلب مساعده. لو حد من صحابه طلب منه حاجه هو مش عايز يعملها بيعرف يقول لا. فنبقى كأنه قاعدين بنبص هو ايه اخبار المهارات البسيطه خالص بتاعت اللي هي مش بسيطه ولا حاجه، احنا حتى كبار بنعافر فيها اوقات كتير، بس ايه اخبار اللقطه دي. فيبقى عارف اشوف ما وراء السلوك. هي الفكره كلها انه احنا لو اختصرنا الادمان في السلوك هنلوص، صح، لانه السلوك يلخبط. مش هنوصل لحاجة لو مش هنوصل اتكلمنا على لحاجه، السلوك بس. طبعا هنلوص خالص. والاهالي هتلوص خالص، وهتبتدي تحاول تعمل دامج كنترول. مش ان احنا بنعالج الموضوع من جذور القصه ان انا اديله مهارات بقدر الامكان، وهيئ له بيئه صحيه امنه يتعلم فيها المهارات دي، لانه مفيش حد بيتعلم مهاره وبيعملها صح من اول مره. لازم هعملها واغلط واعمل مصيبه وارجع واجرب تاني فلازم تبقى الانفايرمنت المحيطه
سامحالي بده، سامحالي اغلط، سامحاني اتعلم، سامحاني اخش في تجارب ما كانتش احسن حاجه، وبنرجع نشوف ها ايه الاخبار، اتعلمنا ايه، محتاجين نشتغل على ايه. فمهم قوي المهارات، ومهم قوي علاقتهم بنفسهم. فده كانه عارفه الوقاء من الاول خالص. الوقاية. مم. هو فعلا أنا لما بيجيلي حد بتقولي أنا في مصيبة، أنا اكتشفت إن ابني بيدخن، وابني صغير عنده 14 سنة أو 15 سنة وبقاله كتير، وده مش ابني، وأنا مصدومة. فبنرجع بقى نشوف أصل الحكاية. مم. طب أنت أو أنتي شايفة إن ابنك أو حاسة إن ابنك ده سعيد؟ هو سؤال بسيط، مم. بس دايما بلاقي مفيش رد. يعني الرد مش سهل بقى، مم. لأنه إن أنا أسأل نفسي أنا ابني أو بنتي سعيد، مبسوط، مرتاح، لاقي نفسه، مم. هي دي الأساس، هي دي صح. أساس كل حاجة. صح. وعايزة أكد إن مش مهم العيلة فيها جواز ولا طلاق ولا، يعني الاضطراب اللي بنتكلم عليه ده مش معناه ان العيلة مفككة. ممكن العيلة تبقى فيها طلاق بس فيها احتياجات ملبية للأولاد، وفيها توازن نفسي معين أو توازن عاطفي. فأنتي ابنك مبسوط، ابنك سعيد، مم. ولا احنا عايشين كل يوم في لوب من المهام؟ يلا هنصحى وننزل مدرسة، يلا اتغديت، يلا التمرين، يلا كذا. مم. فين التواصل؟ فين نعرف بعض؟ فين نتكلم؟ مم. فين نتعلم مهارات حياتية؟ فين نساعد ابننا انه يعرف نفسه؟ صح. طب انت بتحب ايه؟ طب انت لقيت نفسك شاطر في ايه؟ طب انت بتلاقي نفسك في ايه؟ ومش بس بالأسئلة والإجابات، ان انا كأم تجارب. او اب احطه في تجارب وابقى متواجدة معاه واشوفه. مم. ايه ده ابني شاطر قوي اجتماعيا، ايه ده، لا ده ابني عنده ذكاء حركي، ده في اللعبة الفلانية، لا ده يبقى شاطر اكتر في اللعبة جماعية، لا ده يحب ان هو يبقى في لعبة فرد. يعني نعرف ولادنا مم. ونساعدهم يعرفوا نفسهم. يعني دايما بقول للأم دي، بقول لها ابنك محتاج يبقى مبسوط وسعيد، مم. والسعادة دي مش بتيجي بكتر الحاجات المادية وكتر الخروج، لأ هي بتيجي إنه المراهق يعرف نفسه، مم. يلاقي نفسه. أهم كلمة يلاقي نفسه، عشان هو لو لقى نفسه مش هيبقى محبط. صحيح. ما هو ده احتياج المرحله الاساسي، انه اعرف اجاوب على السؤال بتاع انا مين، هو ام I. فلو ما عرفتش اجاوب على السؤال ده، هيبقى عندي 40 50 سنه ولسه قصص بقى اللي بنسمعها بعد ازمه بقى منتصف، كل بقى الحاجات الكليشيه اللي احنا حافظينها دي. لانه انا عمري ما عرفت اجاوب على سؤال انا مين، ما كانش عندي، لم تتاح لي الفرصه اني اكتشف بحريه. ولما جربت اكتشف قمت واخد واحده على دماغي. والاهالي غلابه برضو، يعني في الاخر الموضوع المغريات بقت كتير قوي، والحاجات المرعبة بقت كتير قوي، وهم قلقانين وحقهم. بس هو في الآخر المراهق محتاج يكون منظور أو مفهوم عن نفسه، ومش هعرف أكونه وأنا قاعد على الشلتة في البيت. أنا لازم أخش تجربة، هي معايشة في الآخر بقى، دي مرحلة معايشة مش مرحلة مفاهيم. أنا لازم أجرب هنا وهنا وهنا، واخبط على الباب ده واخبط على الباب ده واخبط على الباب ده. ودور الاهل الاساسي في اللقطه دي ان حضرتك لما ترجع تاني البيت تلاقي حد جاهز انه يسمعك، وما عندوش مشكله انه نبتدي نانباك او نفتح نشوفها بقى هو ايه اللي حصل بالحلو وبالوحش، ونتعلم منه ونتحرك بس كده. حلو قوي قوي ما يرجع البيت يلاقي حد جاهز إنه يسمعك، وعنده وسع، عنده وسع إن ياخد ويدي معاك. فلما أم أو أب يسألوني يقولوا لي يعني إيه يعرف نفسه، يعني إيه يلاقي نفسه، بيحسوا إن دي حاجة صعبة قوي. بس هي مش صعبة. يعني أنا دايما بقول البارنتنج ده أو تربية الأولاد هي صعبة لو إحنا ما بنعرفش علم أو ما بنسألش أو ما عندناش فكرة أو بنربي زي زمان. إنما هي بتبقى سهلة لو إحنا بنربي بقلبنا وبعلم ومعلومات بنحاول نعرفها من هنا ومن هنا. فيعني ايه لاقي نفسه؟ ان انا اساعد ابني يعرف
هو بيحب ايه، شاطر في ايه، متخيل ايه عن مستقبله حتى لو اتغير بعد كده، مهاراته ايه، رأي الناس فيه ايه، آم، آراءه في الحاجات اللي بتحصل في الدنيا ايه. يعني عنده أسئلة في دماغه عايز لها إجابات مش لاقيها. فزي ما بتقولي يرجع يلاقي حد جاهز. جاهز دي بقى معناها ايه؟ ان الام مش اوفرلودد وستريس وعصبيه ومش فايقالك وانا طول اليوم تعبانه. لا لا، معلش، مش هينفع. من حقه يرجع يلاقي الشخص الجاهز ده، القلب الجاهز، يسمع ويتناقش ويتكلم ويفتح المجال. يعني ابني ده لما جاي يتكلم في حاجة غريبة نقول ايه ده، ايه ده، ايه الكلام ده، كلام بقى اللي بتسمعوه بره لا، مش عايزين ردود الأفعال دي. يعني لأن هي دي رأس مالنا مع أولادنا فعلا. ف... فنرجع لنقطة يعرف نفسه ويلاقي نفسه. مش هيبقى مضطر يهرب من حاجة. صحيح. لأن اللي احنا بنقوله إنه أي حاجة إدمانية دي عبارة عن هروب. يعني نسبة كبيرة منها هروب من ألم، من فراغ زي ما قلتي. فأنا مش عايزة أوجد له حاجة يهرب منها، أنا عايزاه يبقى مبسوط جوه نفسه، راضي جوه نفسه. انت عارفة واحدة من التعريفات اللطيفة قوي يعني بصتنا على موضوع الإدمان لما كنت تقولي من شوية هو الأهالي تعمل إيه عشان تساعد ولادها. دايما نقول إنه عكس الاعتمادية المسؤولية. فكرة إنه أنا مسؤول عن نفسي، أنا مسؤول عن تلبية احتياجاتي، أنا مسؤول إن أنا أكتسب المهارات اللي ما كنتش اكتسبتها، أو أنا مسؤول عن قصتي، أنا مسؤول عن اللي عملته حلو ومسؤول عن اللي عملته غلط. فهي فكرة الاعتمادية الناحية التانية ده المسؤولية. الأهالي أوقات كتير قوي إن هو بتخاف تحمل الولاد المسؤولية. فبيروحوا لواحد من 2 اكستريمز، يا إما محاولات سيطرة رهيبة، فأنا اللي هختار لك وأنا اللي هقول لك تعمل إيه وتصاحب مين وتخش جامعة إيه وتخرج إيه وتشوف مين وتنام إمتى وتصحى إمتى وتدرس إيه، كل حاجة، وتتجوز مين وهتعيش فين. يعني حتى لما بيكبروا شوية. ليه؟ لأنه أنا مش قادرة أسيبه هو يشيل القصة. أنا عايزة أبقى أنا اللي طول الوقت بعمل الاختيارات اللي في اعتقادي إنها صح. أنا في الآخر عايز مصلحته، فأنا ما بعملش إن اعتقادي إنه هو ده الصح، فأنا بحاول أحميه من نفسه أو من اختياراته أو من whatever. فما بتعلمش أشيل المسؤولية. دي لقطة. اللقطة التانية العكس بقى، أعمل له كل حاجة هو عايزها وحوطه بالزيادة وخايفة عليه بالزيادة وعارفة حاجة كده بالزيادة ومش عايزه يتألم خالص، مش عايزه يحس بأي حاجة وعايزه كل اللي هو أنا برضو ما اتعلمتش المسؤولية. لأن المسؤولية فيها هتعامل إزاي مع لما الحياة ما تبقاش ماشية على هواية، لما تخن، لما توجع، لما اتعرض لترك، لما اتعرض لأي حاجة. ما هو دي مشاعر تقيلة. أنا مسؤول إن أنا أتعلم أتعامل معاها إزاي، وانا مسؤول ان انا لما اعمل غلطه والبس في الحيط ان انا اشوف هعمل ايه برضو. فولا الكنترول ده لطيف، ولا الاوفر بروتكشن ده لطيف، ولا الاهمال اللي هو اعمل اللي انت عايزه وبراحتك، النجلكت ده لطيف. لانه كلهم ما فيهمش مسؤوليه، كلهم في حد لعب دور مش دوره، كلهم في حد شيلة ما كانتش شيلته. والمسؤولية تختلف أكيد. اللي عنده 5 سنين مش زي اللي عنده 10، مش زي اللي عنده 16. ما هو كل واحد هيشيل على قد سنه، على قد قدراته. بس هي لو من الأول خالص زرعنا فكرة المسؤولية دي. وتاني، المسؤولية مش معناها انك بتوضب سريرك بعد ما بتصحى من النوم وانك بتذاكر لوحدك، ده جزء من القصة. المسؤولية عن الويل بينج بتاعي، صحتي النفسية من وانا عندي 5 سنين من وانا عندي 5 سنين. لما يجي لي معيط متخانق مع حد من اصحابه في المدرسه، انا هتكلم معاه وهعمل له جايدنس وهحاول اساعده، بس هو هيروح يشوف هنعمل ايه وهنرجع ايه اللي حصل. ما حاولش، دي المرحله اللي بيزعقوا لي فيها. ما حاولش اروح فاهمه قصدي، انقذ ولا اقول له خلاص مالكش دعوه انت، انا هتصرف، هحيده تماما. فالمسؤوليه بتبني من واحنا عندنا سنه. هو طبعا اهالي كتير بتبقى فاكره ان انا لما اتعب واعمل ولادي كل حاجه ان ده حب. هات انا هعملها.
لا اقعد انت هنا وانا اروح اكلم لك المدرسه. صاحبك ازاي يقول لك كده؟ لا انا هكلم مامته. فاحنا بنبقى فاكرين ان ده حب. اوكي، هو الدافع حب وكل حاجه، ولكن انا كده انا بسلبه ارادته، بالظبط بسلبه التجربه، بالظبط. بسلبه ان هو يجرب حاجات ويغلط ويكتشف مهارات عنده ويرجع يغيرها، يعني خبرة. بسلبه ان هو يعرف انه عنده ثقة بنفسه، لانه البني ادم اللي عنده ثقة بنفسه تاني هتصب بقى في الحاجة اللي احنا كنا بنقولها من شوية، اللي هي يلاقي نفسه ويبقى سعيد جوه نفسه. الثقة يعني من أهم أعمدة السعادة والنجاح. يبقى واثق من نفسه، والطريقة اللي احنا بنكلمهم بيها، وان احنا بنحترمهم ولا لأ. طب احنا عايزين ولادنا يحترمونا، انت بتحترم ابنك؟ مم. عايزه يبقى عنده ثقة بنفسه. طب انت بتحترمه وانت مم. بتكلمه؟ حتى لو اكتشفت ان هو بيدخن او بيعمل اي حاجة غلط، هل بتحافظ على الاحترام ده؟ مم. وده يدخلنا بقى في الحتة بتاعت لما نكتشف حتة الاعتمادية بقى اللي زادت قوي دي، أو الإدمان اللي زاد قوي ده. مم. رد الفعل يا كنزي المشهور قوي أو المتكرر من الأهالي، مم. الإهانة الرهيبة والشيمينج، يعني اللي هو بقى بحسسه بالخزي، وانت لازم تبقى مكسوف من نفسك، مم. ازاي تعمل كده بعد التربية دي كلها، ونحسسه بالذنب. وبعد تعبي ده كله وتربيتي دي كلها والفلوس اللي بنصرفها عليك ومدخلينك مدارس غالية وكذا، ازاي تعمل كده؟ ايه رأيك في رد الفعل ده؟ هيزقني اكتر على عكاز. يعني لو احنا بنتكلم بقى دلوقتي في ادمان او يعني علاقه ادمانيه مع اي شيء ايا من كان، هو كل ده هيعملي هو هياكد لي المعلومات اللي عندي عن نفسي، فبالتالي هيزقني اكتر على اللي انا معتمد عليه. يعني الموضوع بسيط خالص. وفي الاخر انا يعني مش عايزه كاني يا نهى مش عايزه، انا فاهمه ان السلوك ده غلط 100% من الاهالي، بس في اخر الاهالي بجد ساعات بيبقى اللي بيحصل فوق طاقتهم. رعب. وبنتكلم بالذات لو بقى بنتكلم في مخدرات، في خمره، في حاجات من اللي هي فيها كمان وصمه عار وفيها ستيجما وفيها تبعيات تخوف، فيها موت، سجن، يعني مستقبله ممكن يتدمر. فالاهالي برضو بيبقوا يعني في موقف لا يحسدوا عليه. بس هو من الاخر انا عايز ايه؟ انا مقدره القلق ومقدره الخوف في كل حاجه، بس اخر هو انا عايز ايه؟ انا عايزه يبقى كويس. فده مش هيبقى كويس، ده مش هيخليه كويس. أسألك سؤال بس قبل ما نكمل. مم. انتي بتقولي رد الفعل بتاع الأهل ده هيأكد له مم. اللي هو فاكره عن نفسه، اللي هو ايه بالظبط؟ اللي هو أنا ايه؟ اللي هو انا لا استحق، لا استحق حاجات كتير بقى، عارفه، نقط وكملي اللي انت عايزاه. أنا فاشل. انا يعني بقى ليبلز كتير قوي كلها بتبقى مش لطيفه. واصله اللي قبل الليبل ده نتيجه اللي انا حاسه عن نفسي انه انا ما استاهلش، لا استحق الحب، لا استحق الانتماء، لا استحق. يعني انا مش شايف ان انا استاهل. وأنا فعلا مش مسؤول، وهيصدق أكتر. انا ما اعرفش يعني ايه مسؤوليه، لانه مش عشان انا الناس مش عايزه تفهم كلامي انه انا مسؤوله، يعني انا مستهتر، يعني انا كده، لا مش قصدي، ما اقصدش كده، لانه في على فكره حاجه اسمها هايلي فانكشنينج ادكت، اللي هو المدمن اللي قادر يدير حياته بصوره مثاليه. فمش لازم تبقى حياتي يعني خالص، بس انا ما اعرفش يعني ايه مسؤوليه. يعني انا ما اعرفش يعني ايه اروح اجيب اللي انا عايزه ده بادوات. هو الادمان بيعلمنا ايه يا نهى؟ يمكن ده السؤال الاهم. هو الادمان بيعلمني ايه؟ الادمان بيعلمني درس عمري. الادمان بيعلمني انه الحاجات اللي انا محتاجها اعرف اجيبها كده، ودي مش سنة ربنا في الكون. اقصد بيها ايه؟ خلينا اديكي اكزامبل.
الادمان بيعلمني ان انا مشاعر التوتر، الخوف، القلق بماده او بسلوك هطفيها. هطفيها في 5 دقايق. هو طفي مشوه يعني يعني كاذب، غير طبعا حقيقي، طبعا. وهترجع تعلى اعلى مليون مره. بس ادمان بيمرن مخي وبيمرن عقلي الباطن انه في حاجه اسمها instant reward. gratification. instant. اول لما هروح للعكاز، وعشان كده علاقتي بالعكاز فيها ثقه لا نهائيه. متعة لحظية بتيجي. مش بس متعه بقى، الموضوع مش موضوع متعه خالص. الموضوع موضوع بسكن ألم، بطفي حاجه وجعاني، وده الأعمق. بهرب من شعور مش عارف اعيش معاه. مش متعه. مش كده، مش بقولك instant gratification، هو instant reward. والريورد ده ممكن يبقى زي ما بقولك ألم أقل، خوف أقل، توتر أقل. أنا لسه مش في السبكترم بتاع الحاجات الحلوة خالص، أنا على المسطرة، أنا لسه في الحتة اللي كلها حاجات وحشة بس وحشة أقل. فالإدمان بيعلمني إنه في حاجات بتيجي نتائجها بسرعة على طول من غير مجهود. ده واحد من الدروس العظيمة اللي الإدمان بيعلمها لنا. واللا انترستنج بقى قوي 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 اتليست بالنسبة لي، لما تيجي تبصي على المنظومة الحياتية بتاعتنا هتلاقي انه في اخر 10 15 20 سنة almost كل حاجة بنعملها في يومنا بقت مبنية على فكرة الانستنت ريورد ده. كنت قاعدة بفكر فيها كده النهاردة، هقول شوية إرهاصات فكرية كنت قاعدة بفكر فيها. واحدة من ضمن الحاجات اللي احنا دلوقتي بقينا بنشوفها انه كأنه اقدر اقول ان احنا كوننا علاقة اعتمادية مع فكرة اللي يمكن maybe. في الجيمنج مثلا عند التينز، الالعاب اللي التينز بيلعبوها فورتنايت وما شابه، وفي كل الالعاب كاندي كراش، من اعبط الاشياء لاكتر الحاجات complicated. السيستم بتاع الجيمز كله دلوقتي بقى شغال على ايه؟ على فكرة المكافأة الغير متوقعة او الغير معلومة. هدوس على حاجة فهيجيلي ريورد 10,000 كوين. في حاجة اسمها لوت بوكسز، لوب بوكسز، مش متأكدة. في فورتنايت، عارفة فورتنايت اللعبة اللي كلهم بيلعبوها دي؟ هم بيبقوا عايزين حاجة اسمها سكنز معينة جوه اللعبة، فبيروحوا يشتروا البوكسز دي بفلوس، باكتشوال فلوس. انت ما تعرفش انت هيجيلك ايه في البوكس. انت ممكن يجيلك حاجه تساوي جنيه، وممكن يجيلك الحاجه الغاليه جدا اللي انت هتموت عليها. ده نفس الميكانيزم بتاع القمار بالظبط بالظبط. مش بخش في حرام وحلال وخالص. انا بتكلم على الميكانيزم اللي بيحرك نفس المراكز الريورد بتاعه القمار اللي بتشتغل في المخ. بصي بقى على بقيه القصه كلها، كل حاجه كده. النوتيفيكيشن اللي على التليفون بتاعه الانستجرام، الواتساب، كل حاجه فيها فكره انه انا مش عارف لما افتح ايه اللي هيطلع لي. السكرولينج انا مش عارفه One more video. ايه اللي جاي. هي بقى فكره هقول لك بقى الجمله كده زي ما هي بالانجليزي ونتناقش فيها اكتر. one more video maybe. maybe احس بحاجه مختلفه، maybe الزهق يروح، maybe الستريس يقل. one more اكل maybe احس ان انا مش وحيد، maybe احس ان انا فضيت كل اللي كان داير في راسي. one more فستان maybe احس ان انا I fit في الكوميونتي اللي انا كده. maybe احس ان انا حلوه، maybe احس ان انا مقبوله. one more ترقيه maybe finally احس ان انا وصلت للستاتس اللي انا كنت نفسي فيه، ان الناس هتبص لي نظره فيها احترام، ناس هتبص لي نظره فيها تقدير. حطي اي عكاز، زودي قبلها واحده كمان، وفي الاخر يمكن. شيء مؤلم جدا، شيء حزين يعني. وكله شغال على نفس الفكره بتاعت انه الانتسيبيشن او الانتظار بتاع ايه اللي هيجي، ايه اللي بعدها، الهديه اللي بفتحها دي يطلع جواها ايه، المفاجاه اللي هتطلع بالظبط، اللي هو المكافاه اللحظيه. بالظبط كده. فرد فعل الاهل بقى
اللي احنا قلنا عليه اللي هو مبني على خوف ورعب، واحنا مقدرين جدا رعب الأهل اللي بيكتشفوا ان ابنهم او بنتهم داخل في ادمان او في اعتمادية على اي شيء من الحاجات اللي قلناها. مم. بس للأسف رد الفعل ده غلط جدا زي ما قلتي، مم. بيأكد للولد او للبنت انه انا فعلا في مشكلة عندي، مم. اللي هي اصلا خلتني اهرب واروح للحاجة دي. فاحنا كأننا بنأكد على الأزمة، بنأكد على المشكلة، فهيرجع يهرب تاني، وهيهرب تاني من الإحباط اللي عمله الماما وبابا اللي هو بيحبهم جدا، والصدمة اللي هم فيها اللي أنا مش قادر أتعامل معاها، فههرب تاني لنفس الحاجة. فهنا احنا بنقول مع كامل يعني تعاطف. الاحترام والتعاطف معاهم صح. ان لازم رد الفعل ده يتغير، صح. ومش كل الاهالي بتستوعب وبتستقبل الفكرة دي، صحيح. انه دلوقتي ابنك ده محتاج حاجة تانية خالص، مم. اللي هي محتاجة منك انتي وسع وقدرة نفسية وكمية حب رهيبة علشان تقدري تعملي رد الفعل التاني وهما ده. بيبقوا محتاجين الاهالي في اللقطه دي كمان، ان هو بتبقى محتاجه دعم ومحتاجه حد يساعدها، لانه كانه اللي مطلوب مني عكس جزء من فطرتي. انا دلوقتي في قمه الخوف وقمه القلق، وانا كأم انا لفتره طويله جدا كان دوري الحمايه، حمايه هذا الطفل، واللي مطلوب مني ان انا ما اهدى وما اجزعش وما اخافش واتعامل بالراحه واتقبل اللي بيحصل ده واتكلم فيه واعدي ممكن اساءات تتوجه لي، لانه ما هو اكيد بقى في رحله الادمان دي بيحصل بقى شويه حاجات مش لطيفه، كل ما حجم الادمان يكبر والشده الادمانيه تزيد كل ما بيبقى فيه مشاهد تقيله يعني. مم. فانا مطلوب مني اعمل كل ده، بس انا مش مستقره من جوه. اقعدوا قولوا لي استقري 100 سنه ضوئيه، مش عارفه استقر يا جماعه، فوق طاقتي برضو. فالاهالي بتبقى محتاجه مساعده، وكانه واحده من ضمن الحاجات اللي نفسي قوي لو حد بيمر بده مع ولاده ويطلع بيها، اطلبوا مساعده يا جماعه بليز. انت نفسك محتاجه دعم، انت نفسك محتاجه مساعده، وانت زي ما الولد هيحتاج رحله طويله انت اساسها، زي ما انت لازم من الناحيه التانيه تبقي بتملي من حته. نروح بقى ثيرابي، نروح كوتشنج، نروح بالظبط. ممكن تبقى عندي واحدة صاحبة بفضفض معاها وبتكلم، بس رأيها كده موزون وعندها تجربة حياتية وعندها مرجعية وخبرة تساعدني. بس لازم الأهل كمان يبقى عندهم حتة بيفضوا فيها وبيملوا فيها عشان يعرفوا يكملوا مع أولادهم. بالظبط. كتير قوي من الامهات بتجيلي وتقولي عندي مشكله كذا مع اولادي، مشكله كبيره جدا، واصل احنا متطلقين قريب، اصل كذا. فبقولها انتي كويسه؟ فبتقولي لا طبعا. فبقولها طب ممكن تحاولي تبقي كويسه الاول باي طريقه، زي ما قلت يا كنزي، بدعم من حد، من كوتش، من معالج، من اي حاجه. مهم جدا في غاية الأهمية. هو ربنا خلق العلم برضو علشان نستفيد ونتعلم منه. فلو هي حاسة ان هي محتاجة ده تلجأ ليه وتدي ابنها الدعم الصح اللي هيحل المشكلة. بالظبط. يعني أنا قبل كده حد جالي وقلت لها مش هينفع خالص عقاب دلوقتي، مش هينفع إهانات، مش هينفع كل ده، مش هنوصل لحاجة. فساعات للأسف بتلاقي رد الفعل يعني ايه، يعني هو عامل الغلط الكبير ده وانا اديله حب؟ الحب هنا هو اللي هيحل، والصبر هنا هو اللي هيحل، والعلم والفهم، وان انا اعرف ايه اللي وصلني للحاجة دي وايه الواي اوت، هخرج منها ازاي، والمخ كمان ايه التغير اللي حصل فيه، علشان ابقى عارفة الترانزيشنال بيريد او الفترة الانتقالية دي هيبقى شكلها ايه لغاية لما ابني يرجع كويس تاني، او ان هو يسيب الحاجة دي.
طيب قولي لي يا كنزي، يعني دي حاجة ممكن تتحل وتتصلح؟ عارفه ده السؤال بتاع في تبطيل يا هانية؟ في تبطيل يا هانية، تبطيل. في تبطيل يا هانية عادي طبعا. هو ايه ما بيتحلش هنا؟ حلو قوي، يعني ياخد سؤال من الناحيه التانية، حلو قوي. هو في ايه في كون ربنا الواسع ده ما بيتحلش؟ لانه في الاخر كل حاجه وليها حاجه، وطول ما احنا عايشين، طول ما دايما على رأي بنتعلم. الفنانة شيرين لسه في الأيام أمل مستنيين، يعني هجيبها لك أفلام، هجيبها لك أغاني، كل حاجة وليها حاجة، مفيش حاجة في الدنيا ملهاش حاجة. ده جزء من عدل ربنا يعني. في حاجات قدرية معرفش أغيرها، في حاجات اتكتبت علينا مش هعرف أعمل لها ريفيرس، بس في حلول، دايما في أنا حلول. دايما بقول مع أولادنا دايما إن شاء الله في حلول، بس محتاجين صبر، مم. محتاجين صبر عشان الحاجة دي وصلت لكده في وقت معين طويل شوية، على ما نطلع منها برضو محتاجة مم. شوية صبر، ونحاول نسيطر على خوفنا شوية، لأن الخوف بيخلينا نتصرف تصرفات احنا مش عايزين نتصرف. ده حقيقي. طيب لو احنا بقى دلوقتي الأهل عملت رد الفعل السليم تربويا، وحست ان لقت بقى اسباب المشكله، ان مثلا الولد ده ما عندوش ثقه بنفسه، لا ده كان عنده تنمر في المدرسه، لا اصله دايما وحيد في البيت حاسس بوحده، مم. البيت مشغول عنه، فلقينا السبب ان هو مثلا حاسس بفشل في الدراسه، حاسس بفشل مع اصحابه، فاتشفط بقى خالص في السوشيال ميديا او في whatever بقى، مم. فعملوا رد الفعل الصح. خلينا ندي اكزامبل الموبايل، مم. علشان أنا بقى أساعده يتعالج من فكرة الموبايل اللي هو ماسكه 20 ساعة في اليوم. مم. دي هتاخد وقت قد إيه وخطوات شكلها إيه؟ بس سؤال الوقت ده ما عنديش عليه إجابة خالص، مم. لأنه آه، كل شخص بيختلف من الآخر، وعلى حسب، عارفة عندك مليون فاكتور أو فاكتور عامل أو عامل، آه. فصعب قوي موضوع الوقت ده. بس عايزة أقول حاجة ونرجع للسؤال ده تاني. أنا عارفة إن أنا عمالة أدخلك وأخرجك وأدخلك وأخرجك، توهتك خالص، بس حاولي تمسكيه، لأنه وأنت بتتكلمي حسيت إنه لأ، دي لازم نشاور عليها. في سن المراهقة يا نهى بنبقى حريصين قوي 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 إن إحنا ما نشخص بالساهل كده. مم. يعني فكرة إنه ابني مدمن، ما انتي قلتي 5 حاجات، والخمس حاجات موجودين يا استاذه، مش انت جايه تقولي لنا موجودين. في سن المراهقه زي ما بقولك، من اول كده 11 12 سنه لحد 16 مثلا سنه، السمات بتاعه المرحله العمريه دي شبه ايدنتيكال او متطابقه مع الصفات والسمات بتاعه الادمان. خلقة ربنا، مش انه حد عمل حاجة غلط، هو ده كده نفس الصفات ونفس السمات. الاندفاعية، مشاعري بتحركني، بشوف الامور ابيض واسود، مش باخد قرار مثلا قرارات ما موزون، بعرفش احسبها للاخر. الجزء اصلا اللي في مخي اللي مسؤول لسه عن ما اكتملش. الكونسيكونسز مم. ما اكتملش اساسا، مم. فبالتالي باخد اللي هو ده اللي قلنا عليه، باخد ريسك من غير مراعاة الكونسيكونسز. مم. في المراهقة انا اصلا ما اعرفش احسب تبعيات الامور لحد الاخر، لانه انا بيولوجيكلي لسه الحتة دي ما اكتملتش اساسا. فلو قعدنا نقارن الخمسة بصفات المراهقة هنلاقي انه هم موجودين. ألف مبروك. لدرجة إيه؟ هما ساعات بيعرفوا الادكشن، هم بيلزقوا الادكشن في المراهقة مش العكس. ساعات يعرفوا الادكشن إنه it's the disease of immaturity، ده مرض عدم النضج. مم. فهي دي، أنا لسه ما نضجتش فعلا، هي دي مش طب للمراهق، هو فعلا لسه ما اكتملتش، لسه أنا مش ماتيور كفاية. عارفة بنقعد نبلع ريقنا 10 سنين قبل ما نقول إن ده إدمان، مم. مم. لأنه سهل قوي نتلخبط. وهنا بقى لمراهق سؤاله الأهم اللي بيدور عليه أنا مين، لو اديت له ليبل أنت مدمن، شكرا لقيت التعريف بتاعي، مم. خلاص فور لايف. لازم نبقى في قمة الحذر في الكلمة اللي بتطلع من بقنا. أنا I will go extreme لدرجة، عارفة اللي هو أفور أحسن ما I would go، يعني أفور لدرجة إن أنا أقولك إنه مش هقول على أي مراهق مدمن،
خالص. غير في الحاجات اللي هي بقى يعني لا احنا عندنا مثلا مخدرات واضح وصريح كل يوم خسائر، يعني خلاص عندنا ومادة، فالموضوع ما فيش فيه نقاش. في الحاجات السلوكية هقول ان في مشكلة، وهقول ان السلوك كأنه سلوك إدماني، بس مش هليبل الشخص كمدمن أبدا. لأنه تاني لو أنا أهم حاجة باذل كل هذا المجهود بستعد بقالي 12 سنة عشان أوصل في يوم من الأيام إن أنا أجاوب على سؤال أنت مين؟ أنا مين؟ وجيتي قلتي لي أنت المدمن. شكرا. لا طبعا احنا مش هنقول كده، بس احنا هيبقى كأب وأم عنده في ذهنه في ناقوس خطر كده، طب عايزين بقى لازم ينور الناقوس. واحنا حتى يعني نبقى ممتنين ان حاجة تخض كده حصلت. يمكن محتاج نعيد حساباتنا، علاقتنا بولادنا، نظام حياتنا كله ماشي ازاي، المدرسة اللي هو فيها، المجموعة اللي هو مختلط بيها طول الوقت. فبنعيد حساباتنا دي ونبدأ بقى ناخد خطوات. فإيه الخطوات العملية بعد ما احنا حاولنا نعالج زي ما قلت إحساسه بنفسه وثقته بنفسه وعلاقتنا بيه وسبب المشكلة وكل ده؟ إيه الخطوات العملية اللي أنا مثلا ممكن أعملها أساعد ابني؟ لو تعالي نقسمها الأول، مثلا حتة الموبايل والجيمينج أو الألعاب الإلكترونية والسوشيال ميديا. اوكي طيب، محتاج أساعده إن هو يكتسب المهارات اللي محتاجها عشان يقدر يلبي احتياجاته بصورة فيها كفاءة. في حاجات جوه البيت ممكن نعملها، وفي حاجات كتير ايوه محتاج حد مختص من بره يساعدني. انا وصلت لسن انه انا صعب قوي اروح اقول لماما او بابا اصل انا بحس ان انا وحيد وصحابي معرفش ايه، او ان انا ما بعرفش اعمل كذا، او ان ده تقيل عليا. وفي اغلب الاحيان انا اصلا انا خلاص وصلت الليفل من ال ديسكورد، الانقطاع او الانفصام عن نفسي. انا بقالي سنين بعمل ايه يا نهى؟ انا بكبت مشاعري واحاسيسي. انا بخش في يا اما يعني عزلة. يا اما في عزله، يا اما باوفر كومبنسيت بعلاقات كتير 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 كلها ما فيش فيها تواصل معنى او معنى حقيقي. أم، انا زي ما قلنا علاقتي بيا مش احسن حاجه. انا ما بعرفش اعبر عن احتياجاتي، انا اصلا مش عارف احتياجاتي. فبالتالي انا محتاج حد متخصص يساعدني واحدة واحدة نبص على كل الحاجات دي جوايا. محتاجة ابتدي اتحمل شوية مسؤوليات مستوى صغنن في الاول، بس اتحملها وافشل فيها عادي واغلط فيها عادي، وابتدي اشوف هو ايه تبعيات ده واتمرن عليها تاني. واهلي موجودين وفي ظهري وبيدعموني، بس انا محتاجة ابتدي اخد ان انا اروح اصلا لشخص مختص. دي مسؤولية طبعا. ان انت اللي مسؤول عن تعافيك، ان انت اللي مسؤول عن رحلتك. وان انت بتعمل مجهود دمه تقيل ساعات كتير ومؤلم في اوقات كتير وصعب، بس انت واخده وبتعمله وبتتحمله علشان انت تستاهل ان انت تبذل المجهود ده عشان نفسك. ما دي مسؤولية. فمحتاجين شخص يساعدنا من بره. محتاجين الاهل على قد ما يقدروا يخلقوا بيئة آمنة فيها براح، فيها تقبل، فيها مساحة للغلط. ودايما بنقول هو الموضوع مش حب غير مشروط، هو احترام غير مشروط وتقبل لشخصك غير مشروط مش لأفعالك. فمحتاجة أخلق ده، محتاجة أهيئ ده، محتاجة أسيبه يجرب، يدق على أبواب مختلفة كتير. حلو قوي قوي حتة المسؤوليات، لأن احنا دايما بنقول في البارنتينج الصح لازم أدي مسؤوليات، لازم أدي مسؤوليات من السن الصغير. كل سنه على قد قدرته. فأنا لو اكتشفت في سن معين المشكلة اللي احنا فيها دي، هبدأ أخلق مسؤوليات. ابني عنده 15 سنة 16 سنة، يلا أشوف ايه اللي ممكن يساعدني فيه.
حاجة ليها علاقة بالعيلة الكبيرة، حاجة ليها علاقة بالبيت، بالعربية، يعني whatever. هخلق له حاجة يحس فيها بالإنجاز حتى لو هي صغيرة قوي. يس يعني لو وقف مع الراجل وهو بيصلح العربية، يعني أي حاجة، كل بيته حسب ظروفه. اخلقي له مسؤوليات، اخلقي له أنشطة مفيدة. مش عارف هو بيحب ايه وانا مش عارفه هو بيحب ايه، نجرب 10 حاجات. هنلاقي، ما هو كل واحد موهوب، ربنا خلق فيه حاجة هيبقى شاطر فيها او موهوب فيها. فاحنا كده عمالين كأننا بنزحم الوقت بحاجات مفيدة، بدل ما هو وقته كله رايح في العزلة وفي السوشيال ميديا وفي الوحدة اللي هو فيها. برضو أنا دايما بقول إن إحنا محتاجين دعم، ندعمه شوية. يعني أنا لو أخدت منه الموبايل، أنا مش بقوله أنا بعاقبك علشان أنت الموبايل ده مبهدل صحتك وعينيك ومذاكرتك. لا، أنا باخده منك عشان أساعدك بس. أنا بدعمك عشان أنا بحبك، وعشان ده دوري إن أنا أدعمك في الحاجة دي، إن أنت تبعد عن الحاجة دي شوية. وزي ما قلتي، لو الأم أو الأب مش هيقدر يقوم بدور الكلام والفضفضة، وإن احنا ندخل جوه النفسية ونشوف، أو الطفل هو أو المراهق نفسه مش هيبقى مرتاح، يشوف حد من بره معالج هو يقدر إن هو يوصل بيه لحتة كويسة في الكلام ده. بالنسبة بقى المواقع الإباحية، موضوع مهم جدا جدا، محتاجين نتكلم فيه وما نهربش منه. لأن احنا اكتشفنا بالإحصائيات إن في من 5-11% من المراهقين معتمدين على المواقع الإباحية. يعني انتي قلتي لي قبل كده إن ده ما اسموش إدمان مواقع إباحية، ليه اسم تاني. انتي يعني في عالم الادمان هم 4 حاجات اللي بيشخصوا كادمان في ال DCM: 2 سلوك و2 مواد، مخدرات وخمره، وجيمنج وجامبلينج. الجيمنج اللي هي ادمان الالعاب الالكترونيه والقمار. هم دول. بس عندنا حاجه تانية انه بيسموه compulsive sexual disorder، انه كأنه نوع العلاقة اللي كونتها مع الممارسات الجنسية بقت قهرية. بقى اضطراب سلوك قهري. بالظبط كده. يعني قهري، يعني أنا مش قادر أمنعه. قهري يعني فقدت القدرة على السيطرة عليه. يعني ما بقتش عارف أدير القصة، بقت في حاجة أكبر مني هي اللي سايقاني. وكل الادمانات فيها جزء كومبالسيف. لو مفيش كومبالسيفنس يبقى مفيش ادمان. لو انا عارفه اسيطر على الموضوع وعارفه اديره وعارف، فهو طبيعي ان يبقى فيه جزء الكومبالسيف او القهري ده. بس مفيش حاجه ليها علاقه بالبورن تحديدا. في حاجات ليها علاقه كانه الاستخدام الخاطئ، ودي كلمه مش الترجمه العربي مش دقيقه خالص يعني، للمواقع المواد الاباحيه. بس هي النسب بتزيد كل سنة، والسن بيصغر كل سنة. يعني كنا بنبص على الأرقام، ويا رب افتكر الرقم مظبوط، انه الافريج او المتوسط بتاع الناس بتتعرض امتى لأول مرة يتفرجوا على بورن كان 15 سنة 16 سنة 12 تفتكري؟ 12 و13. اوكي، للأسف يعني بدري قوي يعني. وده المتوسط، فمعناه ان في أصغر. التعرض. هي دي مأساة. يعني احنا حتى بنتكلم في العموم على أي بني آدم، إنه أي حاجة بتيجي في غير مرحلتها مؤذية لنفسية الإنسان والمخ. يعني مثلا البنت اللي هي هتتجوز وتسافر مع جوزها مكان في الهاني مون أو whatever، فنفسيا لو حد عمل كده قبل الارتباط خالص، ده كأنه اتحط في مرحلة مش بتاعتها، هو غير مجهز نفسيا لده. وقت ما يجي
الوقت بتاعه مش هيبقى هو مستمتع بيه بالمرحلة الصح. زي بالظبط لما بنقول طفل 11 سنة 12 سنة مم. يتفرج على حاجة زي دي، مم. علميا ده مم. شيء مؤذي أذى بالغ للمخ ده حقيقي. وللمسارات العصبية اللي في المخ. ده حقيقي. ف... فلو الأهل عندهم علم بالموضوع ده، معلومة علمية، وقدر إن هو العلاقة تسمح إن إحنا بنتكلم مع أولادنا في حاجة زي دي، على الأقل الولاد هيبقى عندهم خلفية إن هم يخافوا على نفسهم. مم. إنما للأسف هم جايبين المعلومات دي من أصحابهم بيبعتوا لهم حاجة، وطبعا ده بيعمل إيه في المخ بقى؟ البورن عنده كذا مشكلة. البورن واحدة من ضمن المشاكل انه بيلعب في التوقعات، الاكسبكتيشنز. هي المفروض العلاقة الجنسية يبقى شكلها عامل ازاي، فبيعمل false expectations او توقعات توقعات غير منطقية، غير واقعية. مم. دي حاجة. تاني حاجة، البورن كله بيلعب على فكرة النوفلتي. يعني ايه النوفلتي؟ يعني الحداثة، انه في حاجة كل مرة مختلفة جديدة بتحصل، فالمخ بيعتاد انه مفيش nothing. اولا مفيش حاجة كفاية. يعني فاكرة الوان مور هي نفس القصة، انه مفيش حاجة كفاية، وانه مفيش عايزة اقولها ازاي، مفيش صورة، مفيش فكرة معينة مظبوطة عن الموضوع. يس. فبيعمل ايه فكرة بقى؟ مشوهة بقت. هو اصلا كمان كنت اقول لك الحاجه اللي وراها، انه كمان تعريف الحب، تعريف الحميميه، تعريف المتعه بيبوظ، لانه هو كله بيتشوه متقدم مشوه، كلها تبقى تعريف مشوه، لانه كله متقدم بصوره مغلوطه. فكره النوفلتي بس دي اهم حاجه في القصه، انه ده بيخلي طول الوقت المخ انا عشان بحاول اترجمها واحنا ماشيين. أيوة. النوفلتي او الحداثه دي بتخلي المخ طول الوقت بيدور على ايه الجديد، ايه الجديد، ايه الجديد. فعايزه اشوف تاني، وعايزه اشوف تاني، وعايزه اشوف تاني، وعايزه اشوف تاني. دايرة مفرغة مش هخرج منها. تنتقل بقى للحياه، خلاص شفناها على السكرين، الف مبروك. نفس السلوك ده بيبتدي بيبقى موجود بقى في الحياه. فتلاقي بقى يعني ده في الادلتس اكتر، هم في الصغيرين. فهتلاقي انه انا متجوز والعلاقه بيني وبين مراتي كويسه وكل حاجه، انا عايز حاجه تانية، وعايز حاجه تانية، وعايز حاجه تانية، وعايز حاجه تانية، عايز شكل مختلف، لانه خلاص انا المخ مخي اتعود على كده، برمج على كده. exactly. ودي خطورة الموضوع، البرمجة بتاعت المخ. ايه الجديد؟ الحياة العادية مش هعرف أعيش فيها. الحياة العادية فلات، مملة. مراتي مش بتسعدني، مراتي مش بتحبني، أنا ما بقتش بحبها. وللأسف ده مش الحقيقي. الحقيقي إن أنت المخ اتبرمج على إيه الجديد، إيه الجديد، إيه الدوبامين اللي طالع مش كفاية. I want more and more and more. فللأسف لما بنسيب ولادنا في حتة المواقع الإباحية ومش واخدين بالنا أو مش عارفين، أو لأ ما هو عادي، ما كل الولاد كده، إحنا للأسف بنحكم عليهم بالتعاسة لما يكبروا. الموضوع في غاية الخطورة والأهمية. وأنا يعني بدعو الأهل إن هم لازم يتكلموا في الحاجات دي وبدري. سن 10 سنين لازم نتكلم في الحاجات دي بدري، ولازم الولاد ما يبقوش مكسوفين، وإن احنا نلاقي الطريقة الصح إن احنا نتكلم فيها، ويبقى عندنا المعلومات الصح. يا ريت الأهل تدور على السند العلمي للموضوع ده بطريقة مبسطة، وتقول للولاد وتعرفهم ايه اللي هيحصل، وتبقى سابقاهم بخطوة. اصحابك هتبعت لك ده وتقول لك خليك راجل. طيب احنا عايزين بقى نعرف الرجولة بالظبط اساسا. نرجع بقى كمان ونعرف يعني ايه رجولة اساسا. لا ملهاش علاقة بالكلام ده خالص. فموضوع في غاية الأهمية. لو احنا بجد بنحب ولادنا
وحريصين على سعادتهم وعلى صحتهم النفسية وصحتهم العقلية والبدنية طبعا. الموضوع ده ما ينفعش يتساب خالص ولا ان احنا نغفل عنه. اللطيف ان بقى في موارد كتير، يعني الحمد لله. حصل طبعا طفرة في طبعا. بقى في مؤسسات كتير وفي منظمات كتير وبقى في ريسورسز فعلا كتير تساعد الاهل في كل مرحله اتكلم ازاي واقول ايه. وبقى في كامبس بتتعمل يعني في حاجات كتير قوي بقى بتتعمل حتى للاطفال ليها علاقه حتى مش فكره بورن او introducing العلاقات الحميميه بس، حتى عن البادي ايمج، عن بروتكتنج مساحه الامنه بتاعت جسمي. يعني في حاجات كتير قوي في الحته دي. هسألك حاجة بقى نوع، عشان انتي بتقعدي مع ناس كتير بيرنتس كتير وانتي متخصصة في الحتة دي قوي. من وجهة نظرك سؤالين، نجيب في راسي سؤال تاني دلوقتي، سؤالين. السؤال الأول، لو هتقولي على عارفة حاجتين 3 4 اللي شايفة انه هم دول يعني النصيحة الذهب للأهالي in general عشان يبقوا عندهم علاقة كويسة مع أولادهم، هتبقى ايه؟ دي أول حاجة. طيب، النصيحة الذهب اللي عايزة أقولها لأي أم أو أب مع أولادها: اعرفي ابنك، اعرفي شخصيته، اعرفي نفسيته، اعرفي ظروفه، اعرفي بيحب ايه وعايز ايه وبيفكر في ايه وبيخاف من ايه، علشان هو ده هيبقى مدخل كل حاجة. وكل ولد غير التاني، مش هينفع ولادي كلهم زي بعض، ولادي مربيهم بنفس الطريقة. لا، هو ربنا خلق كل واحد بشخصيته. تأثر باللي حواليه، بس اعرفي كل واحد. انت عندك ولاد زي فانت هتعرفي تريليتي بمنتهى السهوله كأم بقى، مش كحد اكسبرت. الاهالي غصب عنها تاخد الولاد فور جرانتد، معرفتي بولادي بياخدوها فور جرانتد. اوكي. الاهل من كتر ما هم مشغولين وخايفين يعني انا بحس الحاجتين دول اكتر حاجة بقت موجودة في الاهل، مشغولين وخايفين يعني. فما فيش وقت وما فيش وسع ولا دماغ نقعد ونتكلم ونروح ونتمشى مع بعض ونعمل حاجة مع بعض ونطبخ مع بعض وكده. وتاني حاجة خايفين، الخوف مسيطر. أصل الدنيا صعب، أصل الزمن كذا والزمن وحش فالخوف بيخليني أخد قرارات غلط وردود فعل سيئة جدا. ومشغولة وما عنديش وقت. دي أكبر يعني أكبر مشكلتين. لو حليناهم حاجات كتير قوي هتتحل. وما ناخدش فعلا ولادنا فور جرانتد زي ما انت بتقولي. دي نعمة كبيرة ودي مسؤولية. مسؤولية يعني مش مسؤولية اللي هي يعني مش عايزة أخوف الأهالي ولا هتسأل عن بس هي مسؤولية. يعني انت هتاخد منتج كده اتولد هتطلعه للدنيا عنده 20-21 سنة يتعامل مع الدنيا. فانت فاكتور كبير، انت عامل كبير قوي. أهله على قد ما تقدر، على قد ما تقدر. بالظبط. وتواصل بقى مع حتة الحب اللي جواك دي. اوكي. علشان لما بنتواصل معاها حاجات كتير قوي بتطلع حلوة قوي. عندي واحده صاحبتي بحبها قوي، سالي سامح، مش عارفه انت عارفه سالي ولا لا. سالي برضو في البارنتنج يعني ليها باع كبير قوي، فدايما كانت بتقول جمله عمري ما بنساها، انه الاهالي بيوصلوا لسن المراهقه ويبتدي الخوف يوصل الى ليفلز عاليه جدا. فدايما كانت تقعد تقول انه خلاص، ان في المرحله دي شكرا مع السلامه باي باي، انا عملت اللي اقدر اعمل عليه ولازم ارميها على ربنا 100% مش 99. لانه لو انا فضلت عايشه كل يوم بالمخاوف دي على كتافي انا مش هعرف اعيش. انا ربيت وزرعت، انا موجوده وهفضل بدعم وكل حاجه، بس المخاوف اللي جايلي من بره دي لازم ربنا بقى هيخش في الايكويجن، لانه مفيش بشر قادر على ولا تحملها ولا حتى ولا حتى التعامل معاها ولا حتى ان انا احميهم منها. طبعا الخوف عنصر رهيب موجود طول الوقت. من ساعة ما الطفل هو صغير قوي لحسن يقع، لحسن يحصل له ايه. وطبعا بعد كده خلاص انتي بتشيلي ايدك بقى. بالظبط، بتشيلي ايدك. فالخوف بيزيد طبعا. بس بنحاول ان هو ما يسيطرش علينا. يعني ان هو في الاخر
الله خير حافظا وهو أرحم الراحمين وربنا اللي حافظ طول الوقت على صحيح. فكرة، حتى لو احنا قاعدين قصادهم يعني. صح. فبنفكر نفسنا دايما في مراجعات. فبنعمل اللي علينا ونتوكل يعني عاقلها وتوكل بالعلم وبالمجهود ونتوكل. طب السؤال التاني، عندي سؤال كمان. اتفضل. آه، عايزين نتكلم بقى على الادكشن، ادمان. النسب في كل الادمانات ان هو عماله بتزيد كل سنه، وجزء كبير قوي من الادمانات اصلها البيت، مش كلها بس جزء كبير قوي بقى. لو قعدنا نبص هتلاقي انه في الاخر البيت كان ليه دور كبير. تفتكري ايه اللي حاصل مخلي النسب عماله تزيد كده from a parenting perspective او من منظور تربوي يعني؟ هي النسب عمالة تزيد لأن النفسية بتاعت الطفل بدأت تبقى كومبلكس شوية، اوكي. وبدأ يبقى عنده وعي بدري شوية، فكأن الطفل بيسبقنا، يعني الطفل بقى بيسبق الأهل. فعايزين على طول احنا نحاول كأهل نلحق، نشوف هو عنده 4 سنين بيسمع ايه في المدرسة. دايما ندعم علاقتنا علشان الطفل يجي يحكي، نرغي معاه عشان يحكي، مش وعملت ايه النهارده في المدرسه وقالوا لك ايه، لا مش بالطريقه دي. فنحاول نبقى ستيب اهيد، سابقين، احنا نبقى شاطرين برضو، شايفين السوشيال ميديا فيها ايه، يعني على طول كده على on top of what's happening، يعني الاحداث بتحصل. بنقرا، بنحضر كورسز، يعني هو دي الفكره، ان وعيهم سبق والاحداث كتير وسريعه والمتغيرات كتير، والحاجات اللي كانت زمان عيب بقت عادي. ايه يعني؟ صح. ايه المشكلة؟ الحاجات اللي كنا نخاف ننطق الكلمة بقينا بنشوفها على التلفزيون عادي، خلاص بقى. فهو ده بقى زي ما بقول ايه، التعرض لحاجات بقت كتيرة جدا. يعني زمان الأهل كانت بتخاف من 3 حاجات مثلا، دلوقتي بتخاف من 100 حاجة. فعلشان كده الأهل اللي مش لاحقة تلحق، فالولاد ممكن يقعوا في المشاكل النفسية اللي احنا بنتكلم عنها، فبالتالي يتجهوا لأي حاجة فيها اعتمادية. وبرضو الحاجات اللي بقى فيها اعتمادية بقت كتيرة قوي. هو زمان كان في سوشيال ميديا، ولا كان في موبايل، ولا كان في الكترونيك جيمز، ولا ما كانش في الحاجات دي كلها. المتاح بقى كتير، ده حقيقي. بس في نفس الوقت الحاجات اللي بتساعدنا برضو بقت موجودة. ده حقيقي، صح. فالحمد لله كنت يعني. بقول لك في تفصيل يا هانية. الحاجات زادت فعلا الحاجات اللي متعرض لها بقى كتير قوي، بس من الناحية التانية العلم كمان بقى متوفر، وبقى في أدوات، وبقى في طرق مساعدة مختلفة خالص عن زمان. بالظبط. ده حقيقي. آخر سؤال أسأله لك بقى كنزي، ايه أكتر حاجة بتديكي أمل لما بتتعاملي مع المراهقين اللي هم عندهم نسبة من الاعتمادية أو دخلوا اوريدي في إدمان؟ اوكي. زي ما الشخص المراهق سهل قوي عليه انه يتبنى سلوك إدماني، أو يتبنى دور مؤذي، أو يتبنى أي حاجة بيحاول يعرف بيها نفسه تكون فيها صفة أو صمت اعتمادي أو إدماني، زي ما هو كمان سهل قوي إنه يسيبه. انت وفرت الشروط، عارفة، متوفر فيها بالظبط كده. لأنه أنا بدور على هوية، أنا مش متمسك بهوية بعينها. أنا الهوية اللي هتملالي احتياجاتي وهتشبعني هي دي اللي أنا هجري وراها. فوالله لو اللي ملالي احتياجاتي وأشبعني شلة الصحاب اللي واقفة قدام الكشك اللي بتحشش كل يوم، شكرا. لو كانت شلة الصحاب اللي كل يوم بيلعبوا رياضة وموتين نفسهم تمارين وبنسافر بطولات، شكرا. لو كانت القراية والعلم والكورسز وأنا ده بيملاني، أوكي. لو كانت المذاكرة أو إن أنا في الصيف أخش أعمل انترنشيبس ومعرفش إيه، وأبقى من بدري وأحس، على حسب أنا إيه اللي هيشبع الاحتياجات اللي عندي، والإجابة السؤال أنا مين.
أنا مين ده أصله جواه حاجات كتير أوي نهى، أنا مين ده، أنا جواه أنا طبعا. إيه القيم بتاعتي، إيه معتقداتي، باحب إيه وما باحبش إيه اللي بيشبعني، إيه اللي بيرضيني وبيبسطني وإيه اللي ما جواها مكونات كتير أوي. فزي ما هو سهل أقفش في أي حاجة مؤذية عشان هي دي اللي جاوبت لي على مين، سهل كمان إن أنا أسيبها. حلو قوي، حلو قوي قوي قوي. إن وجد البديل، إن وجد البديل، مفيش بديل يبقى خلاص، الحال كما هو عليه. بالظبط كده. وعلشان كده دايما بنقول في أمل، it's never too late، عمر ما الوقت خلاص اتأخر وراح. مع البارنتينج ومع التربية كل حاجة نقدر نلحقها وكل حاجة نقدر نغيرها للأحسن. المراهقة سن صعب على الولاد أكتر ما هو صعب على الأهل. الولاد مش عارفين هم مين. ولد عنده 11 أو 12 سنة مش عارف أنا شخصيتي إيه، أنا هبقى مين، أنا هبقى ناجح ولا هبقى فاشل، ولا هبقى شكلي كويس، ولا هتبقى علاقاتي إيه، ولا هبقى محبوب ولا لأ. أنا مين؟ أنا حاسس بضياع، عايز حد يحبني ويتقبلني زي ما أنا الأول، وبعد كده يساعدني إن أنا أعرف نفسي ولاقيها وأحبها وأبقى واثق من نفسي. لو ما لقيتش الحاجات دي هحس بالضياع وهحس بالوحدة وهحس بألم شديد جدا، هبقى عايز أهرب منه وسكنه بأي حاجة تديني مكافأة لحظية، زي التليفون، زي السكرولينج، زي الجيمينج، زي التدخين واحس ان انا كبير، زي المواقع الإباحية، زي الاونلاين شوبينج، او ان انا احط صورتي كل يوم على الانستجرام والاقي لايكس. احنا مش عايزين ولادنا يتعلموا يجدوا المتعة او السعادة او تسكين الألم او ان انا الاقي نفسي والتقبل والحب من بره. احنا عايزينه يتعلم يلاقي ده الأول من أهم ناس عنده في حياته اللي هم الأب والأم، وبعد كده يتعلم يلاقيها من جوه نفسه. وزي ما الزمن صعب والإدمان زاد والاعتمادية زادت، زي ما العلم زاد والكوتشز زاد والمعالجين زادوا والعلم كتر واتعرف، وكل دي هتبقى عوامل تساعدنا. وأتمنى يكون كلامنا النهاردة ساعد ولو شوية صغيرين. واستنونا في الجزء الثاني من الاعتمادية والإدمان، ولكن مع الكبار وأنواع الإدمان كلها، مع كنزي شهيب. شكرا جدا، نورتينا وأفدتينا. شكرا انتي على حسن الاستقبال، وكوباية الكابتشينو كانت حلوة.